السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم جميعا. ربنا يجعله عيد خير وبركة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا بيكم في بودكاست مذكرات قاتل. النهاردة بنقدم لكم الجزء الثاني من قصة القاتل الناقص، القصة اللي شدتكم في الجزء الأول ولسه فيها أسرار ما انكشفتش ولسه الرعب الحقيقي ما بدأش. حابب أشكركم من قلبي على دعمكم وتشجيعكم وعلى كل تعليق ومشاركة واشتراك. دعمكم هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم لكم كل جديد بجودة أعلى وأفكار أقوى. ولو عجبتكم الحلقات اللي فاتت ولسه مستنيين الجديد، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتشاركوا الحلقة مع اللي بيحبوا القصص المرعبة والغريبة. استعدوا، الجزء التاني مختلف، أظلم وأعمق، ويلا بينا نبدأ. الساعة 8:04 مساء. قاعة العرض لا تزال مزدحمة. الناس يتأملون اللوحات في صمت مشوب بالتوتر، وكأن شيئاً ما غير مريح يتسلل إلى أعينهم، لكنهم لا يستطيعون تحديده. في الزاوية كان آدم واقفاً دون أن يتحدث مع أحد. عينه الزجاجية ثابتة، لا تلمع، لا تتحرك، لكنها ترى كل شيء. كريم وقف أمام لوحة ثالثة، وجه رجل يرتدي بدلة محام، وعلى صدره فراغ واضح، كأن شيئاً ما انتزع منه. كريم في نفسه، هذا المحامي وجدناه ميتاً وقلبه مفقود. أخرج صور الجثة من الملف الصغير الذي معه، قارنها باللوحة، الظل، الخطوط، حتى شكل القميص مطابق. اقترب منه أحد منظمي المعرض. هل أعجبتك اللوحات؟ كريم لم يرفع عينه. من رسمها؟ شاب اسمه آدم يوسف، غريب الأطوار قليلا لكنه عبقري. هل هو هنا الآن؟ غالبا، لكنه لا يحب الكلام، يراقب بصمت. أدار كريم رأسه ببطء ورأى الشاب في الزاوية. كان ينظر إليه مباشرة، لكن ما جعل قلب كريم ينبض بقوة هو أن عين آدم اليسرى كانت ثابتة تماما، وكأنها ليست بشرية. في الليل مرسم آدم جالس على الأرض، أمامه لوحة جديدة نصف مرسومة، رجل كبير وجهه محترق من جهة واحدة. آدم بصوت خافت: بعض الوجوه تحترق من الخارج، لكن الداخل كان محترقا منذ زمن. أغلق عينيه، عاد بذاكرته إلى دار النور. طفل صغير يجبر على الوقوف تحت المطر ساعات لأنه أزعج أحد المتبرعين بنظراته الغريبة. مشرفة تضربه بمسطرة خشبية، وطبيب يضحك ويقول إنه يتظاهر بالحزن، إنه طفل ذكي سيعتاد. آدم فتح عينيه، كتب تحت اللوحة الجديدة: من جعل الألم عادة سيموت حين يراه مرسوما على وجهه. في قسم الشرطة صباح اليوم التالي كريم يجلس مع زميلته سارة، يشير إلى الصور. هذه ليست مجرد جرائم قتل، كل ضحية تمثل نقطة من ماضي شخص واحد، سارة، وكل لوحة تمثل هذه الجرائم. لكن لماذا؟ كريم، ربما لأن القاتل لا يرى القتل كجريمة، بل كرسالة أو تصحيح لشيء ما. سارة، لكن هذا جنون. كريم، أحيانا الحزن الطويل يصنع الجنون الصامت، وأحيانا يتحول النقص إلى فن قاتل. ظهر اليوم آدم يسير في شارع جانبي، يحمل حقيبة صغيرة على ظهره. يمر بجانب رجل يجلس على الرصيف يطلب المال. توقف لحظة، نظر إليه بعين واحدة ثم همس: هم من جعلونا نعتقد أننا لا نستحق شيئا، ثم يسألون لماذا نأخذ منهم كل شيء. وضع في يد الرجل ورقة نقدية ثم مضى. في القسم جاء اتصال جديد: سيدي، تم العثور على جثة جديدة داخل شقة مهجورة في شارع نوال. كريم أسرع إلى الموقع. جثة للرجل في 50 من عمره، فكه السفلي مفقود، لكن لا دم، لا صراخ، لا كسر. على الحائط كتب بخط صغير: من سخر من بكائنا لن يضحك مجددا. كريم شهق في صمت. هذه جريمة آدم التالية. سارة فتحت ملفا قديما. انتظر، هذا الرجل اسمه حسين الطيب، طبيب نفسي سابق في دار النور. كريم أغلق عينيه، ربط الخيوط. في المساء كريم يدخل قاعة فنية مهجورة بناء على معلومة سرية. المكان مظلم إلا من ضوء خافت لشمعة في منتصف القاعة. صوت خافت من الظلام: أهلا بك ضابط كريم، كنت أعلم أنك ستأتي. خرج آدم من الظل. كريم صوب سلاحه: ارفع يديك. آدم ابتسم، لكن عينيه لم تتحركا. هل تعرف ما هو أسوأ من القتل يا كريم؟ أن تشاهد القتل كل يوم وتصمت، أن ترى الأطفال يكسرون من الداخل ولا تنقذهم. كريم، أنت قاتل. آدم: وأنت ألم تكن تعلم أن دار النور تعرض الأطفال للتعذيب؟ كم بلاغاً تم تجاهله، كم صمتاً ساعد في بناء هذا الخراب. كريم سكت للحظة. آدم اقترب دون خوف: أنا لست القاتل يا كريم، أنا المرآة.
ثم استدار ومشى نحو الظل. كريم لم يطلق النار. اليوم التالي خبر صحفي افتتاح معرض جديد بعنوان الناقص فينا الجزء الثاني، منعطف فني جريء لرسام شاب يدعى آدم يوسف، يظهر فيه وجوها بشرية ناقصة لكنها تحكي كل ما لم يقل. وفي الخلف بين اللوحات لوحة جديدة، وجه ضابط شرطة ينظر إلى المرآة وعينه اليمنى مفقودة، وتحتها كتب بخط دقيق: من رأى وفهم ولم يمنع هو ناقص أيضا. 3:03 مساء. قاعة المعرض امتلأت تقريبا. الضابط كريم وقف جانبا يراقب اللوحات والوجوه، يحاول أن يربط بين الملامح والصور. وفي الزاوية ظل آدم واقفا لا يتحرك، كأن وجوده في المكان مجرد انعكاس، لا أحد يلاحظه لكنه يرى كل شيء. كانت هناك سيدة خمسينية تنظر إلى لوحة الممرضة ناقصة الإصبع وتقول لرفيقتها: غريبة، لماذا يرسم الوجوه ناقصة؟ ضحك أحد الحضور وقال: ربما لأننا جميعا ناقصون حتى وإن أخفينا ذلك. كريم اقترب من لوحة جديدة لم تكن في القائمة، وجه لرجل يرتدي نظارة لا تظهر ملامحه بوضوح، لكن في زاوية اللوحة كانت هناك كتابة دقيقة: من حمل لسانا كسيف فقد يستيقظ يوما بلا فم. كريم بدأ يشعر بأن كل لوحة هي جريمة قادمة. أخرج هاتفه، التقط صورة للوحة، ثم خرج من المعرض بهدوء. في مكان آخر، غرفة مظلمة لا ضوء فيها إلا من شاشة لابتوب، آدم يجلس أمام فيديو قديم عنوانه لقاء تلفزيوني 2010. الضيفة صفية عبد السلام، مديرة دار النور للأيتام. في الفيديو صفية تتحدث بفخر: نحن لا ندلل الأطفال، من لا يطيع نعلمه الطاعة، والنتيجة خريجون مؤدبون بلا مشاكل. آدم أغلق الفيديو وحدق في الشاشة الفارغة، ثم فتح ملفا آخر، صورة للرجل يدعى فؤاد الجنيني، مذيع معروف ببرامجه الساخرة. ضحك فؤاد في أحد المقاطع وهو يقول ساخرا: طفل عين زجاج، ما هذا؟ فيلم رعب؟ صوت آدم في الخلفية هادئ وواضح: حين يتحول الألم إلى سخرية يموت جزء من الإنسان، سأرسمه بلا فم حتى لا يضحك أحد على جراح غيره من بعده. ثم بدأ في لوحة جديدة. في صباح اليوم التالي بلاغ جديد يصل إلى قسم الشرطة: جثة لرجل في شقته، لا توجد آثار كسر أو اقتحام، لكن فمه مفقود، ليس مقطوعا بل كأن الشفاه أغلقت وتم مسحها تماما. الضابط كريم يصل إلى المكان، يتفحص الجثة، يقرأ البطاقة الشخصية: فؤاد الجنيني، إعلامي. على الحائط كانت هناك عبارة مكتوبة بخط زيت رفيع: من يتاجر بالصوت يستحق الصمت الأبدي. كريم يضع يده على رأسه ويهمس لنفسه: الآن أنا متأكد، القاتل لا يختار ضحاياه عبثا، هو لا يقتل، هو يحاكم. 1:45 ظهرا. مرسم آدم ينظر إلى اللوحات المعلقة: وجه صفية بلا عين، وجه الممرضة بلا إصبع، وجه المحامي بلا قلب، وجه المذيع بلا فم. ثم ينظر إلى مرآة معلقة في الزاوية ويرى انعكاس وجهه. عينه اليسرى ما زالت كما هي، زجاجية ثابتة، لكن وكأنها ترى ما لا يرى. همس لنفسه: كل ما فعلوه بي لم يكن خطأ فرديا، كان نظاما كاملا من الصمت والخوف والسخرية. أنا فقط أعيد توزيع الألم. في مكتب كريم بدر جلس يقلب أوراق الملفات، يربط كل ضحية بما فعل: صفية التعذيب، الطبيب حسين التجاهل والسكوت، المحامي تستر على الفساد، الممرضة شاركت في ضرب الأطفال، المذيع السخرية من المعاناة. ثم كتب على لوحة بيضاء: آدم لا يقتل الأبرياء، هو ينتقم من الذين ساهموا في خلقه بهذا الشكل. رفع عينيه ونظر إلى زميله: لكن إن استمر سيصل إلى أبرياء أيضا. من يقرر من هو الناقص ومن لا؟ هذا ما يجب أن نوقفه. في الليل آدم يضع اللمسات الأخيرة على لوحة جديدة: شخص يرتدي بدلة رسمية، وجهه نصفه طبيعي والنصف الآخر مشوه بالنار. كتب تحتها: من حمل العدالة في جيبه سيتشظى وجهه حين تسقط الموازين. ابتسم آدم للمرة الأولى ابتسامة حزينة، ثم رفع رأسه وقال: أعلم أن النهاية تقترب، لكن لا بأس، ربما يراني أحدهم هذه المرة كما أنا وليس كما يريد أن يراني.